مبادرة جدا لطيفة، ونتمنى من كافة المرشحين يحذون حذو الأخت الفاضلة المرشحة خدمة لهاي الجماهير الطيبة الكريمة اللي جايب هاي الحدائق شوية ترفه عن نفسها. بالبداية نشكر الأخت المهندسة منتهى على هالمبادرة هاي، ونتمنى من كل المرشحين لقاءات بالكوادر هاي مال الشباب، وندعي جميع أخواتنا خاصة النساء لانتخاب ممثلاتهم كنساء، لأن تقدر المرأة العراقية أن تصل إلى أختها وتشرح لها موضوعها، ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله، والكل واحد يريد يخدم هالبلد وهالمحافظة المقدسة إن شاء الله. مبادرة جميلة لأن حسب الشباب فشي حلو، يعني إنه الإنسان مو بس يعني سالفة ذاك اللي ما نريد نقول يعني حتى لا نسقط الآخرين، غير أمور يوزع وغير هاي، بالعكس هاي أفضل من كل شيء، هاي بين عفوية، وإحنا طلبناها طبعا بالمناسبة من عندهم، قالوا باكر راح نجي ونوفيك، ما إحنا قلنا ما أعتقد راح يجون، والله وبالفعل وفوا وإجوا. وتدري انت الشباب اغلبيتهم ريال وبرشلونه، فالشيء حلو يعني الرياضه دائما هي اللي تجمع سبحان الله، بينما غير مسائل لا يجوز يصير بها نفاق، يصير بها تنفر، ونتمنى ان شاء الله اذا فازوا يسوون لنا فد ملعب فد شيء مبادره، اذا هم يعني عندهم نفس رياضي، واحنا سامعين انه شو اسمه المحافظ انه برشلونه هم وسامعين انه يحب الطابه ويحب الهاي، والله نتمنى هذا الشيء يتحقق ويساعدون الناس. حقيقة فرحتنا هاي المبادرة من قبل ست منتهى على هيك يعني أجواء لطيفة، خصوصا يعني احنا محتاجين هيك ناس يعني يلطفون هالبلد هذا، يعني هيك ناس أكفاء، وإن شاء الله احنا نأمل كل إنسان كفؤ ونزيه لدورة البرلمان القادمة إن شاء الله، واحنا إن شاء الله نشجع كل إنسان كفؤ وصادق ومخلص لهذا البلد. أولا نشكر قائمة عدنان السيد عدنان الزرفي، ونشكر الأستاذة ست منتهى على هالمبادرة الجميلة. احنا دائما نتمنى انه من المناصب يدعمون الشباب، والريت فد شغله ملموسه يعني، وهاي احد الشغلات، هي ولو شغله بسيطه بس شغله ملموسه احنا نستفاد من عندها. وتعرف الشاب لازم يهتمون بالسياسيين، لان هو الشاب هو اللي يغير. ابهاتنا بعد اخذوا يعني مكانتهم بالحياه، بقينا احنا لازم اللي راح نغيره واللي ان شاء الله نطور هذا البلد. واحنا نشكر هالمبادرة الجميلة وهالقعدة هاللمة الحلوة، وهي مو بس يعني لما نباع كرة قدم، لا بالعكس شفنا أصدقائنا صارنا وما شايفيهم وغيرنا جو، والفضل هذا كله يرجع انه ست منتهى هي اللي نمت هالمبادرة الحلوة الجميلة، واحنا نشكرها والله من كل قلبنا. نتمنى من مرشحين كربلاء ان تكون مبادرتهم نفس الطريقة، لان هاي مبادرة كلش حلوة ونشكرها من كل قلبنا يعني، وهالمبادرة جميلة يعني، مو يعني ونسة، وبنفس الوقت كأنما شلون تلم الشمل يعني، قاعد تجمع الشباب من جميع المناطق اللي موجودة في كربلاء.